بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الفكر الغربي يعيش معركة قوية عارمة بين الدين والعلم، فلا يمكن لمفكر غربي أن يتقبل أن يكون هناك لقاء بين الدين والعلم، ذلك لأن التوراة المقدسة عند النصارى تقول إن الشجرة التي منع آدم من أكلها هي شجرة المعرفة، وأنه بعد أن أكل منها ازداد بصيرة. لذلك أخذت أوروبا تتحاور مدة قرنين من الزمان، هل تقبل هذه العلوم الكونية القادمة من بلاد المسلمين أم تردها على المسلمين؟ لأن القسس حكموا على هذه العلوم والمعارف بأنها المعصية الأولى، واستدلوا بأن التوراة تقول بأن آدم عندما أكل من هذه الشجرة، شجرة المعرفة 9 سنين، ازداد بصيرة وغضب الله عليه وطرده من رحمته. لذلك رفضوا هذه العلوم جملة وتفصيلا وصادروا هذا العلم من أساسه. فلما انتصر قادة العلوم على رجال الكنيسة انتقموا بحركة في اتجاه معاكس، فأرادوا أن يصادروا الدين من أساسه، وفعلوا ذلك واعتسفوا أي شيء من أجل أن ينجحوا في معركتهم، حتى نجحوا في حصر الكنيسة في أضيق دائرة لها. ولذلك عندما تتكلم مع غربي عن الدين والعلم تعجب ويقول ماذا تقول؟ إنهم لا يعرفون الإسلام، لا يعرفون أن الإسلام كرم العلم والعلماء، وجعل العلماء هم الشهود على أن لا إله إلا الله بعد الملائكة، كما جاء في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وكما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يعلمون أن الصفة التي كرم آدم بها على الملائكة هي صفة العلم، وأن القصة عندنا في القرآن تعاكس الذي عندهم في التوراة بعد أن حرفوا قول الله جل وعلا: إن العلم هو سبب تكريم آدم لا سبب طرده. هذا ما يقرره القرآن. ولذلك إذا حدثتهم عن الإسلام والعلم ظنوا أنك تحدثهم عن أمر مشابه لدينهم، وعن موقف مشابه لدينهم وللعلم، ولكنهم يفاجؤون بعد ذلك إذا وجدوا الحقائق جلية وواضحة. من هؤلاء الذين فوجئوا بهذا البروفيسور جولي سيمبسون. البروفيسور جولي سيمبسون هو أستاذ أمراض النساء والولادة في جامعة نورث ويسترن بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. التقينا به وكان في شك في أول الأمر، يريد أن يتأكد هل هذه نصوص القرآن، هل هذه نصوص السنة. فلما اطمأنت نفسه ورأى النصوص المتعلقة بالوراثة والتي تحدث في المراحل الأولى للجنين عندما يكون نطفة، ورأى دقة الأوصاف، رأى كيف أن القرآن يقرر أن الإنسان يخلق بعد أن تجتمع النطفتان فيتقرر خلق الإنسان، وبعد ذلك يقرر البرنامج الوراثي في هذه الكروموزومات التي نشاهدها الآن. هذه الكروموزومات فيها تفاصيل الإنسان الذي سيولد: لون العينين، لون الجلد،
لون الشعر. كثير من تفاصيل الإنسان مقررة هنا، فالإنسان في هذه الكروموزومات مقدر، وهذه الكروموزومات التي نراها في مرحلة النطفة، فإذا هذا الإنسان يقدر وهو في مرحلة النطفة. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. والجنين قبل 40 يوما، في خلال 40 يوم الأولى تجمع جميع أجهزته، فتكون جميع الأجهزة قد ظهرت، وإن كانت تظهر تباعا كما نرى في هذه الصورة. بدأت الأجهزة تتخلق وتجمع، والجنين يكون منحنيا على نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. تعرض البروفيسور جولي سيمبسون لهذا الحديث وللحديث الآخر: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، وأخذ يقارن بين الحديثين والحد الفاصل بينهما مدة 40 يوما تفصل بين هذه المرحلة وبين تلك. وبعد أن رأى هذه الدقائق والتفاصيل وقف في أحد المؤتمرات يعلن رأيه حول هذا الموضوع فقال: So that the two hadiths that have been noted furnish us with a specific timetable for the main embryological development before 40 days. Again, the point has been made, I think, repeatedly by the speakers this morning. These hadiths could not have been obtained on the basis of the scientific knowledge that was available at the time of their writing, and hence could support the hadiths reflecting the knowledge of God. Thank you very much. إنه يقول: إن بإمكان الدين أن يقود العلم قيادة ناجحة. انظروا، هناك الدين ضد العلم، وهنا هذا الفيلسوف الأمريكي، هذا العالم البروفيسور الأمريكي، يقول: يمكن للدين أي الإسلام أن يقود العلم قيادة ناجحة. نعم، أنت إذا دخلت مصنعا من المصانع ولديك إرشادات الكتالوج هذا، فإنك ستتعرف على ما في المصنع بسهولة، لأن معك إرشادات من الصانع. أما الذي يدخل وهو لا يعلم لا يتعرف بسهولة. إلى علماء المسلمين نسوق هذه الكلمات للبروفيسور جولي سيمبسون. It follows, I think, that not only is there no conflict between genetics and religion, but in fact religion that guides science by adding revelation to some of the traditional scientific approaches. That there exist statements in the Quran shown centuries later to be valid would support knowledge in the Quran having been derived from God. Thank you very much. نعم، وأقول: يمكن للمسلمين أن يقودوا الحركة العلمية وأن ينزلوا العلم منزلته الصحيحة وأن يضعوه في موضعه دليلا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.